تفوق على إنبي بنتيجة 2-0. أحرز الأهداف محمد مجدي قفشة والدبابة المالية عمرو السولية. جماهير النادي الأهلي النهاردة كانت قليلة، لكن الجماهير كان صوتها بيرج ملعب المقاولين العرب. تحية لجماهير ومشجعي النادي الأهلي اللي ما وقفوش عن التشجيع لمدة 90 دقيقة. 90 دقيقة سامعين صوت الجماهير في المدرجات. النادي الأهلي النهاردة كان الأداء في الشوط الأول متذبذب نوعا ما. نادي إنبي بقيادة المدير الفني المحترم طلعت يوسف عمل شوط اول كويس جدا امام النادي الاهلي، وكان خطر في بعض الاوقات. النادي الاهلي بقى في الشوط الثاني ضغط بمنتهى القوه، تمريره سحريه من المتالق عمرو السوليه لمحمد مجدي قفشه، اللي كده بقى بجماله ودلاله كده يراوغ الحارس ويحط هدف عالمي للنادي الاهلي، ويروح بقى يقلع تيشيرت النادي الاهلي كده ويروح للجماهير يعتذر لهم. حاجه عظيمه جدا، ونتمنى عوده محمد مجدي قفشه للتهديف مره ثانيه. والهدف الثاني الدبابه الماليه، الدبابه الماليه اليو ديانج يعدي واحد واثنين ويلاقي السكه فاضيه ويروح ويحط قنبله في المرمى ليتفوق النادي الاهلي 2-0. النادي الاهلي 3 نقط جديده للنادي الاهلي، ويزود الفارق مع نادي الزمالك ل6 نقط على صداره ترتيب الجدول. هنشوف بقى بعد قليل نادي الزمالك هيرجع الفارق مره ثانيه ل3 نقط ولا لا. لكن كانت مباراه حلوه، وكانت جماهير النادي الاهلي كانت عظيمه النهارده. 90 دقيقه تشجيع. شكرا وتحيه لجماهير النادي الاهلي. النهارده اللاعبين امتعونا، لعيبه النادي الاهلي امتعونا النهارده. مليون مبروك ال3 نقط للنادي الاهلي، وفي انتظار بقى نتيجه مباراه الزمالك والداخليه.